وهنا القائد محمود مرضي من أجل هدف أردني أول. مرضي يرسل له كرة عالية راسية، الله، خطيرة كانت الكرة الماضية، لكن بداية أردنية قوية، بداية أردنية قوية على مستوى دقائق التي مضت، على مستوى 12 دقيقة انقضت من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. المسافة ممكنة من هذا المكان لدينا نزار الرشدان والتصويب، الله خرافي، هذا النشمي خرافي، نعم، لا يخلف النشامة مواعيدهم مع الفرح بهدف. يا عيني، هي قذيفة وصاروخ في اللقطة الماضية، قوية لا تصد لا ترد. نعم، هنا في كرة من مهند، أبو طه يا لعيب، أبو طه يا فنان، أي تسديدة يسارية، أي كرة يسارية قوية ولا أروع، جميلة ولا أجمل. النشامة يتقدمون في نتيجة هذا اللقاء، هدف من أجمل الأهداف. أنا علقت على هدف عمر خريبين الخيالي، وهنا كافأتني هذه المباراة بهدف خيالي آخر، لكن من إمضاء أبو طه هذه المرة بهذه اليسارية القوية، بهذه اليسارية الخرافية في شباك المنتخب الكويتي. يزن النعمات يا لعيب، يا فنان، يا ساحر، الله، أي أردن، أي نشامة ما زالوا يحاولون من هذه التسديدة، يريدون الثاني، التسديدة تأتي ولكن حارس المرمى يتصدى. يا جماعة، مباريات كأس العرب تجعلك تقول ليت لو أن هذه البطولة كل سنة، يا أخي كل سنتين وليس كل 4 سنوات. كرة بتعود للمنتخب الأردني، عرضية راسية، لكن حارس المرمى يتصدى. أي ضغط أردني وأي نشامة في هذه البطولة حتى الآن. عرضية ترسل، راسية لا تأتي، الكرة ما زالت حائرة دائرة، فرصة للنشامة، فعلوها، نعم، كرروها، نعم، للثاني سجلوا، نعم، سعد الروسان يسجل هدف في الأمان، سعد الروسان يسجل هدف في الاطمئنان إلى التأهل يا نشامة، إلى الثمانية الكبار يا نشامة. سعد الروسان قوية كانت، تسديدة اليمينية بهذا الشكل من الركلة الركنية أرسلت، بقت دائرة حائرة، لكن مع النشامة لا تحتاري، هكذا قالها السعد، هكذا أرسلها الروسان. سجلوا الثاني، يريدون الثالث، سجلوا الثاني، هنا قادمون للثالث، فرصة أردنية، الثالث قادم، فعلها النشامة، نعم، علي علوان يسجل ثالث الأهداف. محمود مرضي، إذا محمود مرضي كان متسللا وبالتالي الهدف يلغى. لاعب رقم 13 في المنتخب الأردني كان يقف في موقف تسلل، اي نعم محمود مرضي كان يقف في موقف تسلل، وبالتالي نتيجة تعود الأردن هدفان، الكويت لا شيء. هكذا عادت النتيجة الآن لأن محمود مرضي كان متسللا في البداية. سريعة أردنية، بعد ذلك علي علوان عرضية، والثالث، لكن سليمان عبد الغفور يتصدى. سليمان عبد أي أردن وأي أداء لمنتخب الأردن هذا الذي يقدمه، أي أداء للمنتخب الأردني هذا الذي يقدمه في هذا اللقاء. تمريرة حاضرة من الطرف الأيمن مرة أخرى لمصلحة المنتخب الأردني، منقولة عن طريق علي علوان، عرضية لا تأتي، خطيرة، والثالث كان قريب من عود الفخوري، الثالث كان قريبا من عود الفخوري في اللقطة الماضية. تصل هذه الكرة هنا في اليمين
للمنتخب الكويتي. محاولة بعد ذلك عرضية ترسل عالية بالراسية عاد الكويتي نعم ليقلص بالراسية. الأزرق هنا يتكلم بلغة الأهداف عن طريق يوسف ناصر يقلص النتيجة للأزرق بشكل جميل. أرسلت العرضية، يوسف حلق. نحن الكويت، نحن الأزرق، هكذا قال في اللقطة الماضية يوسف ناصر. يقلص النتيجة للمنتخب الكويتي. الكويت هدف، الأردن هدفان. وماذا بعد الآن؟ اشتعلي يا مباراة. فرصة يوسف ناصر. كاد أن يفعلها الأزرق بشخصية سنوات ماضية، كاد أن يفعلها الأزرق بشخصية مارد أزرق اعتاد أن لا يسقط. مرتدة من أجل الخلاص، الأردن للخلاص، الأردن للقاضية، الأردن للتأهل. ركلة جزاء على سليمان عبد الغفور للمنتخب الأردني. والله إثارة كبيرة. يا عيني هذا الصغير كان يتهمم بالفرح، وهنا الأردني هو من يفرح. ركلة جزاء للمنتخب الأردني في هذه اللحظات. يا كاس العرب ماذا تفعلين بنا؟ يا كاس العرب أي إثارة تثرين فيها؟ يا كاس العرب أي لحظات نعيشها معك فيها؟ إلى الدور ربع النهائي. علوان فعلها نعم. هذا الملعب دائما ما كان يكافئ الأردن، والأردن هنا يكافئ نفسه بالتحليق نحو الدور ربع النهائي. علي علوان حطها في الشباك، علي علوان أنهاها في الشباك ليسجل الأردن، ليتصدر الأردن، ليتأهل النشامة، ليحلق النشامة إلى دور الثمانية بالقدم اليمنى على يمين سليمان عبد الغفور. حطها في الشباك بوضعية هادئة. الأردن هنا يفرح، الأردن هنا يتأهل. هذا الصغير هنا ما بين فرحة وحسرة، كانوا يتهممون بالفرح. الإثارة حضرت في مواجهة الأردن أمام الكويت. الأردن 3. مبروك التأهل، هارد لك للمنتخب الكويتي. أرجو أنكم استمتعتم بهذه المباراة. إلى اللقاء.